الدافع اللي خلى حضرتك تنزلي النهارده؟ طبعا انا جايه عايزه ايد الدستور، وعايزه اقول نعم للدستور. انا قريت معظم الدستور، قريته ولقيته فعلا 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 بيقلص صلاحيات الرئيس لاقصى حد، ولقيته يعني متعادل بصراحه. يعني الناس اللي هي تبقى متشدده جدا جدا شايفين ان هو مش نافع، والناس الليبراليه اللي هي عايزه حريه لاقصى درجه لقيته مش نافع. هو فعلا يعبر عن الوسطيه بصراحه. يعني حته مثلا الرعايه الصحيه دي فوق الخيال. يعني يبقى كل الناس من حقهم الرعايه الصحيه، بمجرد هم بيدفعوا يعني حاجات بسيطه سنويا، وغير القادرين كمان ما يدفعوهاش حاجه. انا حسيت ان احنا هنعيش في امريكا، انا حسيت ان احنا هنعيش فعلا في بلد الحريات. حته ان حبس الاشخاص ما يجيش الا في حاله التلبس، ولا بعد ولازم خلال 12 ساعه يتقدموا القاضي يعني الكلام ده ما كناش بنشوفه ايام مبارك بصراحه. انا متخيله اللي جه وقال لا للدستور ده ما قراش الدستور، او يعني بصراحه يعني مع احترامي لرايهم بس ما حدش تمعن في الدستور وقراه بحياديه من غير ما يحط في باله مين اللي حطه. انا ماليش دعوه مين اللي حطه، انا ما بنتخبش مجلس شعب عشان اقول مين اللي حطه ومين اللي ما حطوش.